السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعاكم دكتور منى خير. الفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن كل انواع البنادول الموجوده في الصيدليه وازاي تقدر انك تفرق بينهم، لان بنشوف ناس كتير بتتلخبط بين ادويه البنادول اللي في الصيدليه، خصوصا لما تعرف ان لهم اكتر من استخدام، واحيانا بيكون استخدام متشابه وفرق بسيط بينهم. في البدايه بس عايزك تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو انت مش مشترك اول مره تشوفني، وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. طيب خلينا نبدا باهم واشهر حاجه في البنادول، وهو البنادول الادفانس العادي ده، البنادول الازرق زي ما الناس بتقول. البنادول الازرق ده هو ايه؟ عباره عن باراستامول عادي جدا بتركيز 500 مللي. الباراستامول ده هو ايه؟ هو خافض حراره ومسكن، اللي موجود في ايه؟ برضه موجود في الستال، موجود في البرامول، وموجود في ادويه مشهوره كتيره جدا بتعالج او بتكون بتستخدم كمسكن للالم وخافض حراره. ده ايه ميزه؟ الميزه اللي فيه بقى ان هو بيناسب الحوامل والمرضعات بدون اي مشاكل، وده اشهر حاجه لعلاج او كمسكن وخافض حراره للحوامل والمرضعات. فده اول حاجه هنتكلم عنها وهو البنادول، وسعر الشريط فيه بيبقى حوالي 16 جنيه. سعر الشريط 16 جنيه. ده هو كان 16 جنيه اعتقد، دلوقتي بقى 22 جنيه تقريبا. فطبعا الاسعار كل يوم في زياده، فهو ده اهم حاجه عايزكم تعرفوها عن البنادول، ان هو انسب حاجه للحوامل والمرضعات كخافض حراره ومسكن. طبعا اتكلمنا عن البنادول الازرق، فهنتكلم عن البنادول الاحمر. طب ايه الفرق بين البنادول الاحمر والبنادول الازرق؟ يعني ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان هنا حاجه بسيطه جدا، ده فيه باراستامول 500 وده فيه باراستامول 500، ولكن هم حاطين مع ده كافيين. طب حاطين معاه كافيين ليه؟ وايه دور الكافيين؟ هم الدراسات او هم لقوا ان الكافيين بيزود من فاعليه الباراستامول، علشان كده بنقول ان البنادول ما ينفعش مثلا للست الحامل او اللي بترضع عليه، لان الكافيين ده هيفرز في اللبن، والطفل ممكن بالليل وهو بيرضع يخش له نسبه كافيين فما ينامش كويس ويبدا يعيط طول الليل ويعمل مشاكل. فبلاش لو انت بترضعي انك تاخدي البنادول الاكسترا، وخليكي في البنادول العادي، وحتى لو انت حامل نفس المشكله. سعره كام؟ سعر الشريط 17 جنيه. هو بيستخدم برضه في حالات الصداع الحاد او كمسكن الم، وبيكون اقوى من البنادول الازرق، وعرفنا ليه، لان طبعا ضايفين عليه الكافيين. طب بمناسبه الصداع وبمناسبه ان الاثنين بيعالجوا الصداع، هنلاقي برضه في حاجه اسمها المايجرين، بنادول مايجرين او بنادول الاسود. طب ايه علاقته بالصداع؟ البنادول المايجرين ده هو متخصص في علاج الصداع النصفي. يعني هم عاملين تركيبه كده علشان الصداع النصفي، قال لك ان دول مثلا الاحمر والازرق ممكن ما يجيبش نتيجه كويسه مع الصداع النصفي، فهيكون الحل هنا في البنادول المايجرين. شريط ب 10 جنيه، ممتاز جدا لعلاج الصداع النصفي. وده الفرق ما بين الثلاث حاجات دول اللي هم اساسيين في علاج الصداع، سواء الازرق اللي فيه باراستامول بس، او الاحمر اللي حاطين معاه كافيين، او البنادول الاسود او المايجرين اللي حاطين معاه بعد الكافيين حاطين معاه اسبرين كمان، او اللي هو الحاجه الماده الفعاله الموجوده في الريفو. يبقى احنا عرفنا كده اول ثلاث انواع بنادول موجودين في الصيدليه، الازرق والاحمر والاسود، قلنا ايه الفرق بينهم. خلينا بقى نتكلم عن نوعين تانيين من البنادول. خلينا بقى نتكلم عن البنادول اللي بيعالج البرد. هتلاقي نوعين في الصيدليه، البنادول اللي بيعالج البرد، نوع بنادول كولد اند فلو داي، وبنادول كولد اند فلو او اكيوت هيد كولد. طب ايه الفرق بينهم؟ مش دول الاثنين بيعالجوا البرد ودول الاثنين يعني يعتبر بنادول اصفر؟ في فرق هنا لازم تعرفه كويس، ان البنادول كولد اند فلو داي ده ما بينيمش. يعني لو انت هتاخده وتروح شغل، هتاخده وتسوق، مفيش اي مشكله، مش هينيمك ومش هيأثر على درجه او وعيك او التركيز بتاعك، بس ده اللي هينيمك. البنادول اللي هو علاج نزلات البرد الحاده ده على فكره يا جماعه مكان حاجه اسمها كوماتريكس، كانت مشهوره جدا، هو نفس الشكل من جوه ونفس شكل الحبايه، بس طبعا نازل بشكل بنادول لنزلات البرد الحاده. يبقى ده عرفنا الفرق دلوقتي بين البنادول الاصفر او بنادول البرد العادي ده اللي هو ما بينيمش، والبنادول بتاع نزلات البرد الحاده هو في ماده طبعا بتعالج الحساسيه شويه، فبتسبب نعاس او احساس بالنوم. فده كده الفرق بين الاثنين دول، عايزك تعرفه كويس عشان تخلي بالك ان انت مثلا عايز تروح مشوار بالنهار، رايح شركه، رايح هتسوق، طبعا لو عندك برد عايز تجيب بنادول، فيبقى البنادول كولد اند فلو داي
وانا بكرر اهو باكد الاسم داي، وده الشريط بتاعه ب 25 جنيه. طيب انت بقى قاعد في البيت او عايز حاجه بقى حساسيه ورشح وحاجه الدور شديد جدا وانت مش هتخرج، فيبقى تجيب البنادول كولد اند فلو او اكيوت هيد كولد ده، تجيبه ده الشريط بتاعه ب 20 جنيه تقريبا. خد منه حبيتين 3 مرات في اليوم لو انت قاعد مفيش مشكله، خد منه حبيتين بالليل لو انت هتكون موجود في الليل وهتنام عادي مفيش مشكله، بس ما تاخدش منه وتخرج او تاخد منه وتسوق لانه هيعمل لك مشاكل.